اشرس واصعب نوع مخدر موجود في دولتنا هو مخدر الايس. هو مخدر الايس نسبة وفياته بلا استثناء. لا هو اكتر من ظاهره للانتحار. اخر مرحله في الشق النفسي لمخدر الايس هي بتكون يا الرغبه في الانتقام يا التفكير في الانتحار. انتقام من حد معين؟ بالفعل انتقام من حد معين. زي ما بيجي لا انتقام من حد معين، والحد ده بيكون احتمال اكتر من 90 او 95% فيه انه بيكون الشخص اللي في المرحله اللي قبل مرحله الشكوك، قبل مرحله الرغبه في الانتقام او التفكير في الانتحار. دي مرحله واحده بس بتتوقف على حسب شخصيه المدمن او المتعاطي. لو شخصيته قويه هيبدا يفكر في القتل وهيبدا يخطط وينفذ ازاي يقتل. بيكون عن صدق ولا بالظبط. ممكن هواجس؟ لا هو بيكون هواجس. ممكن يكون عنده خلفية لا هواجس مع حد معين قبل الموضوع ده. كلها تخاريف وضررات. انا نزلت في بوست على الفيسبوك قبل كده يا جماعه لو سمحت بعد اذنكم خليكم اكتر وضوح وصراحه معانا، ده لمصلحته والله مش ليه. احنا بنكون عارفين ان اغلبيه اكتر من 90% من متعاطين مخدر الايس النشيطين اللي لسه ما بطلوش موجودين في الشارع. الشق النفسي بتاعهم ظهر في وقت قليل جدا، وفي وقت اقصر بتظهر مرحله الشكوك. مرحله الشكوك دي بتكون في الغالب من حد من الاهل يا من الاخوات يا من الزوجه اللي متجوز. واكتر حالات قابلتني هي للاسف ان هو بيشك في زوجته. لو في ستات في البيت مرحله الشكوك بتنتقل للستات مباشره لحد ما وصل ان طبعا من غير ما اذكر اسمه جاي شاب بيتكتف تقريبا الساعه 3 بالليل من اهل المنطقه انه بيتهم والدته اللي عندها 72 سنه وشاف راجل معاها دلوقتي. والناس من كتر الصدمه من كتر ما هم مش مصدقين حاجه زي كده كلموني قالوا لي احنا خلاص كتفناه وجايبينه لك في الطريق. الموضوع وصل ان جالي مكالمات تليفون شك في بنته اللي عندها 3 سنين، وانا اسف في الاصطلاح عايز يوديها الطبيب يكشف على يا اما لو في رجاله في البيت ومفيش ستات بيشك في الرجاله. انا اللي عمل فيا كل ده واللي دور لي حياتي اخويا بيكرهني، اخويا عايز يقتلني. لو شاف والدته ماسكه سكينه في المطبخ دي ماسكه السكينه عشان عايزه تموتني. اول مرحله للايس عشان تفهم لو عايز تسمع عنه دلوقتي. تمام؟ اول مرحله لمخدر الايس اسمها مرحله اليقظه المستمره. تمام؟ الكلام ده برضه مع احترامي كل الناس والله ما تلاقي حد في الدنيا قاله غير عمرو توفيق. وايوه من بدري قوي موجود على اليوتيوب. تمام؟ الحمد لله تقريبا هو شخص مخدر الايس. اول مرحله لمخدر الايس احنا ضعفنا افراز الادرينالين والدوبامين 1000 ضعف. تمام. صح؟ فدخلت في مرحله يقظه مستمره، بقيت صاحي، جميع اعضاء جسمك صاحي ونشيطه جدا بس بدون جدول. الموضوع ممكن يوصل ل7 ايام متواصلين صاحي، مش زي ما الناس شائع عندها 24 ساعه و48 ساعه. 7 ايام صاحي. لا هو العام والمطلق ان هو بيقعد لحد 48 ساعه صاحي. تمام؟ طيب لما نوصل ل 24 ساعه وبعد ال 24 ساعه انت في يقظه مستمره، الطبيعي جدا ان كل اعضاء جسمك هترهق. كل اعضاء جسمك محتاجه الخضوع والراحه. طيب تعمل ايه وانت مش عارف تنام؟ كل حاجه في جسمك تقريبا بتنهار وتعبت، بس العقل والذهن صاحيين وعينك مفتوحه. يحاول ينام مستحيل ينام. طب ازاي يقدر ينام؟ خليني اقول لك ان متعاطين الايس نوعين. اول نوع اللي عمره ما شرب مخدرات في حياته واول حاجه يشربها هي ايس. تمام؟ طيب النوع ده لما يدخل في مرحله اليقظه المستمره ويجي عايز ينام يعمل ايه؟ بيروح الصيدليه يجيب منوم. خلاص هو تعب مش قادر يتحمل. نايتيكال وزابيكس ومش عارف ينام. تمام؟ وخلاص بقى بيسمع حاجات وشايف حاجات مش موجوده. تمام؟ وجسمه ارهق تماما. فيعمل ايه؟ يروح الصيدليه يجيب منوم. المنومات الشائعه طبعا البروزابيكس والنايتيكال. تمام. طيب النوع الثاني اللي هو اكتر شيوعا اللي بالفعل بيشرب مخدرات وتنقل بين انواع المخدرات تدريجيا لحد ما وصل لمخدر الايس. تمام؟ طيب لما يدخل في مرحله اليقظه المستمره ويجي عايز ينام بيعمل ايه؟
هيعمل ايه؟ بيروح يجيب نوع مخدرات من اللي هو بيشربه. يشرب يعرف ينام. طيب حضراتكم متخيلين هو عمل ايه في جسمه؟ انت خدت شيء اكبر العقل والجسم على اليقظه المستمره. واخدت المضاد بتاعه. ده اللي انت عملته في ذهنك. ده اللي حضرتك عملته في جسمك. طب هل في مزاجيه معينه من الصحيان لمده 3-4 ايام؟ بدون جدوى تماما. في البدايه جسمه بيبقى نشيط وذهنه نشيط. بعد شويه وقت بيبدا جسمه واعضائه في الخمول والارهاق. بعد شويه وقت تبدا اعضاء جسمه تدخل في مرحله ارهاق وخمول. فبالتالي هو عايز ينام. هيعرف ينام؟ مستحيل يعرف ينام. الذهن والعقل انت اجبرتهم على اليقظه. طب خلاص تعب عايز ينام يعمل ايه؟ يا هيلجا لنوع من انواع المنومات يا هيلجا لنوع من انواع المخدرات. ياخد حاجه منهم ينام. محاوله خروجه من حاله الصحيان دي لانه ينام بيكررها تاني بعد كده؟ دي اكبر مشكله. لانه لما بيصحى من النوم بيتعايز تاني فبيحصل نفس السيناريو تاني. يعني ما بيعزفش عن الموضوع ده؟ لا بيكرره. طبعا شباب قعدت معايا اقسم لي بالله يا دكتور انا الساعه 4 الصبح وفي البيت لوحدي وابويا في الامارات وامي عند اختي. تمام؟ وانا قاعد في البيت لوحدي. قال لي انا سامع بره ابويا بين الصف واخويا اللي ميت جه وامي واخواتي قاعدين بره والكل بيتكلم بره. طب ده كان حقيقي؟ لا